يسعد لي اوقاتكم اخواتي. اليوم وصفتنا المعروق بطريقة كتير سهلة، تابعوني وخلينا نعملها مع بعض. عندي كيلو طحين، رح احط لهم معلقة صغيرة ملح. رح حرك الملح بالطحين. كاسة سكر، 20 جرام خميرة فورية، خمسة جرامات بيكنج بودر، معلقة صغيرة محلب، معلقة صغيرة يانسون، ومعلقة صغيرة شمرة، معلقة صغيرة جوز الطيب، 100 جرام سمنة حيوان، 3 بيضات، كاستين حليب دافي، قدر معلقتين كبار ماء زهر. هلا رح اعجنهم كلياتهم بقلب بعضهم. هلا رح احط على الطاولة شوية زيت، ورح نزل العجينة عليها ونعمها. اهم شي انه ندعكها كتير منيح، لانه بدها دعك كتير. اذا في عجانة حطوا المكونات كلياتها بالعجانة. وهيك اخواتي بعد ما دعكناها كتير منيح صارت معنا العجينة طرية. هلا رح ندهن الجار بشوية زيت ونريحها ساعة بمكان دافي. وهيك اخواتي بعد ما ريحناها ساعة صارت جاهزة. هلا رح نحط شوية زيت على الطاولة، هي ما بينحط تحت طحين. رح ننزل العجينة عليها. هلا رح نقطعها على الحجم والقياس اللي نحن بدنا اياه. هلا رح نقسمها لأربع أقسام، انتم بالحجم اللي بتحبوه قطعوها. هلا بالصينية أنا حاطط ورقة زبدة، هلا رح أحط العجينة فيها ومدها بإيدي. هلا بعد ما مديناها هيك بالصينية، هي السماكة اللي بدي إياها. هلا رح سويهم بأي شي مدور عندي، سويهم هيك. بيعطي منظر حلو. هلا رح احطها وارجع خليها لحتى تختمر حوالي 3/4 الساعة. هلا الشكل الثاني اللي رح نسويه، رح نسويها هيك مطاولة طول، بس هاي بدنا نرققها اكتر من هديك. هيك بعد ما مديناها ما بننسى نحط لها حبة البركة والسمسم. نضغطهم مشان يلزقوا فيها. وهلا كمان بنحطها وبنريحها شي 3/4 الساعة لحتى تختمر مرة ثانية. وهلا بعد ما ريحناهم 3/4 الساعة واختمروا معنا، هيك بكونوا صاروا جاهزين. هلا رح نحمل الفرن على اعلى درجة حرارة، رح نحطهم على الرف التحتاني. وهي اخوات اول وحدة اللي سويناها رقيقة صارت جاهزة. هلا هي رح ادهنها بدبس عنب. رح اعمل لها رشة جوز هند ورشة فستق عليها. وهيك بتكون اول وحدة صارت جاهزة معنا. هاي الثانية المدورة اللي سويناها سميكة، هي رح ندهنها بقطر. رح نعمل لها رشة جوز هند كمان ورشة فستق حلبي. وهيك وصفتنا اخواتي لليوم اللي هي المعروق صارت جاهزة. ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.